التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. تعالى ناحية شمس. المادة اللي بتلزق خلينا نقول النهارده انه اولا نشكر القائمين على اداره شركه القبضه والمفوض العام وجميع الزملاء من العاملين في الشركه، لان هم عندهم ايمان للتطوير، وده من اوائل المصانع اللي بتتعمل النهارده في مصر. تصنيع مش تجميع، تصنيع بالكامل على 3 مراحله. مصنع متكلف تكاليف بسيطه، العوائد بتاعته بتفوق 37% معدل عائد على الاستثمار اللي اتحط فيه. بينتج 800,000 لمبه ليد من البلب ومن التيوب. مهندسين شباب متدربين جيدا، مدارين اداره جيده، في قياده جيده في الشركه. ده مثل طيب انه المصنع اتعمل في 11 شهر خلال هذا العام. ده مثل طيب انه شركاتنا يمكن ان تتطور، وشركاتنا يمكن ان تنافس ان شاء الله. ولو شفنا حتى العبوه النهائيه، الباك النهائي، فهو برضو بيتاخد من احد الشركات الشقيقه للكرتون، طبعا محرم. يعني هناك تكامل في العمليه، صناعه مصريه 100% قدرت تطلع للسوق، واعتقد انها تقدر تنافس اي صناعه اجنبيه جايه من بره، وده فخر لمصر، وان شاء الله نكمل على هذا. وده بيدينا امل جيد جدا للمستقبل القريب والمستقبل. طبعا احنا السوق محتاج هذا النوع من اللمبات. هننسق مع كل الوزارات المعنيه، علشان على راسها وزاره التموين، علشان نقدر ننزل منتجنا ونعمل بوزيشننج كويس في السوق. وايضا الاداره شغاله على تطوير بقيه خطوط الانتاج علشان يقدروا يعملوا فيلامنت ليد، ويقدر ان شاء الله يقلب اللمبه العاديه كلها اللي بينتجها النهارده تقريبا 60 مليون لمبه الى كلها لمبات فيلامنت ليد، وبالتالي نقدر النهارده نوفر 1/8 من الكهرباء بتاعت التعليم نهضة قادمة لمصر،